يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد على قانون الطاقه الميكانيكيه وهنشوف الفكره مع بعض. بيقول لك لو جسم بدأ حركته من النقطه سي لحد النقطه بي، هو عايز يحسب السرعه عند النقطه بي. بس قبل ما نحسب السرعه وقبل ما نخش في السؤال عايزين نفهم حاجه مهمه جدا. حاجه مهمه ان هو بيقول لنا ان الطاقه الميكانيكيه في اي حته هتفضل ثابته، يعني الطاقه الميكانيكيه هنا هي هنا هي هنا هي هنا، فالطاقه الميكانيكيه مالها بتفضل ثابته. طب ايه بس قانون الطاقه الميكانيكيه الاول؟ الطاقه الميكانيكيه بتساوي هي عباره عن طاقه الحركه اللي هي كي اي زائد طاقه الوضع. خليك فاكرها. فانا بيقول لك ايه؟ الجسم اتحرك من النقطه سي لحد النقطه بي. تعالى مع بعض نشوف هنحل السؤال ازاي. اول حاجه اقول له ان طاقه الوضع عند النقطه سي هي الطاقه الميكانيكيه عند النقطه سي هي الطاقه الميكانيكيه عند النقطه بي. طب الطاقه الميكانيكيه بتساوي ايه؟ طاقه الحركه زائد طاقه الوضع. كل ده عند النقطه سي زائد بتساوي طاقه الحركه عند النقطه بي زائد طاقه الوضع عند النقطه بي. هاجي ابص عند النقطه سي. النقطه سي هنا الجسم بدأ الحركه منين؟ من السكون، فكده طاقة الحركة بكام؟ طاقة الحركة بصفر، فيفضل لك طاقة الوضع اللي بتساوي الام في الجي في الاتش بتساوي طاقة الحركة. هنا هيكون في طاقة حركة وفي طاقة وضع. طاقة الوضع هنا عمرها ما هتساوي صفر، ليه؟ عشان هو على ارتفاع 3 متر، ادام لو هو كان على سطح الارض كانت طاقة الوضع تساوي صفر، ادام هنا طاقة الوضع مش هتساوي صفر. تعالى كده بس نفك القانون، هتساوي نص ام في تربيع زائد الام في الجي في الاتش. انا كده فكيت القوانين. اول حاجه انت عايز تطيرها، انا ممكن اطير الام مع الام كده انا طيرت الايه؟ الام وخلصت منها. خلاص الجي بكام؟ الجي ب 10 اللي هي عجله الجاذبيه، ده رقم ثابت. طب الاتش الارتفاع عند النقطه سي الارتفاع بكام؟ هو مديهولك ب 10 بيساوي النص ينزل الفي انا اصلا عايزها سيبها زي ما هي زائد الجي عجله الجاذبيه ب 10 في الارتفاع عند النقطه بي. الارتفاع بكام؟ الارتفاع ب 3، هيبقى 100 بتساوي نص في تربيع زائد 30. هتودي ال 30 بعكس الاشاره يبقى ال 70 بتساوي نص في تربيع. تضرب هنا في 2 وتضرب هنا في 2 هتديك 140 بتساوي الفي تربيع. هناخد الجذر التربيعي يبقى الفي بتساوي جذر ال 140. تطلع معانا الاختيار ده. سلام.